ከኢሱ ወደ አፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል። مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث. وكما أسلفت في بداية البرنامج، سنقدم في حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث تحليلا لموضوع الساعة، وهو الجدل المصاحب لتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي حول الحق القانوني لأثيوبيا في المنافذ البحرية بعنوان أثيوبيا والحق القانوني في ميناء بحري، هل الدفاع عنه للتنمية أو للإثارة؟ وذلك من خلال استعراض وجهة النظر القانونية، وسنستند في ذلك على دراسة بحثية أعدها الدكتور قبرهوت تسفقرقيس في العام 2016. والدكتور قبرهوت تسفقرقيس هو أكاديمي وباحث إريتري حاصل على الدكتوراه من جامعة ويسكنسون ماديسون بالولايات المتحدة الأمريكية، ومتخصص في شؤون منطقة القرن الإفريقي، وكان عضوا للجنة الدستور. نتابع سويا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا. فكما تابعتم وإيانا في الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع، أثار رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد موضوع أهمية وجود ميناء بحري سيادي لأثيوبيا، وأن وجوده يعتبر مسألة حياة أو موت، مؤكدا أن الوقت قد حان لمناقشة هذا الموضوع علنا دون أي مواربة أمام المحافل الدولية. وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس الوزراء الأثيوبي بإثارة الموضوع، فقد تحدث عنه من قبل أمام جمع من المسؤولين والإعلاميين والمستثمرين، وكرره سفير أثيوبيا لدى بلجيكا ولوكسمبورغ في مقابلة صحفية. وقد تباينت ردود الأفعال في التعاطي مع هذا التصريح بين الإريتريين في وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ردت الحكومة الإريترية بتصريح مقتضب كان هو الآخر مثيرا للجدل، جاء فيه: إن ما قيل ويقال حول البحر الأحمر والموانئ البحرية فاجأ المراقبين، وأن الحكومة الإريترية تؤكد مرارا كعادتها أنها لا تخوض في مثل هذه المسارات، وتناشد المهتمين بعدم الإثارة لها. وفي حلقة اليوم من برنامج تعليق على الحدث، سنقدم تحليلا لموضوع تصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي حول الحق القانوني لأثيوبيا في المنافذ البحرية بعنوان أثيوبيا والحق القانوني في ميناء بحري، هل الدفاع عنه للتنمية أو للإثارة؟ وذلك من خلال استعراض وجهة النظر القانونية، وسنستند في ذلك على دراسة بحثية أعدها الدكتور قبرهوت تسفقرقيس عام 2016. فابقوا معنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا. إن قضية الموانئ ليست ظاهرة جديدة تثيرها أثيوبيا، فعلى مدى 100 عام الماضية كانت هذه الظاهرة واحدة من الأشياء التي أغرقت المنطقة في صراع لا هوادة فيه، كما أن أغلب البلدان وخاصة البلدان الإفريقية لم ترسم خرائط سيادتها على الأراضي والمياه بمحض إرادتها، وإن جميع البلدان الإفريقية تقريبا هي إرث الاستعمار، والشكل الجغرافي لدولة أثيوبيا ذات السيادة نفسها هو نتيجة للاستعمار. وعلى الصعيد العالمي هنالك 44 دولة ليس لديها موانئ بحرية، 16 منها في إفريقيا، وأثيوبيا هي واحدة منها، إلا أنه في حقيقة الأمر أن الوضع الجغرافي لهذه البلدان غير الساحلية بما في ذلك أثيوبيا لا يشكل سببا للصراع. وتكونت الدول الإفريقية من مناطق جغرافية احتلها الحكام الأوروبيون بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين وما إلى ذلك، وهنالك الكثير من الصراعات المحاطة بالحدود وعوامل أخرى. أثيوبيا كدولة ذات سيادة تأسست في نفس عمر إريتريا التي خضعت للحكم الإيطالي، وقامت إيطاليا منذ عام 1900 برسم حدود إريتريا البرية والمائية، بينما اتفقت أثيوبيا مع كل الدول التي حكمت جيران أثيوبيا على اعتماد حدودها الجغرافية الحالية والاستمرار كدولة ذات سيادة على الأقل بشكل علني. وعندما تحررت الدول الإفريقية من الاستعمار الأوروبي احتفظت بحدودها الجغرافية، وأصبحت دولا مستقلة ضمن سيادتها الإقليمية والبحرية، وتمتلك معظم الدول الإفريقية موانئ بحرية، لكن 16 دولة منها بما في ذلك أثيوبيا ليس لديها موانئ. وكان ينبغي أن تكون إريتريا دولة مستقلة وذات سيادة وفقا لفرصة الاستقلال الممنوحة لجميع الدول الإفريقية في تلك الفترة، وبدلا من ذلك
تم ضم إريتريا عنوة إلى أثيوبيا أولا عن طريق الاتحاد الفيدرالي، ولاحقا كجزء لا يتجزأ من أثيوبيا بأراضيها ومياهها، واعتبارها المقاطعة 14 أو الإقليم 14 من الأقاليم الأثيوبية. ونتيجة لذلك تصاعد غضب الشعب الإريتري إلى الكفاح المسلح الذي أدى في العام 1991 إلى تحرير إريتريا بأكملها. ومع تحول إريتريا إلى دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، أعادت أثيوبيا لأكثر من 50 عاما إلى الوراء إلى بنية جغرافية تركتها دون ميناء بحري. وأنشأت أثيوبيا التي لا يوجد لها ميناء منذ العام 1991 خدمات موانئ في جيبوتي منذ اندلاع الحرب بين إريتريا وأثيوبيا في العام 1998، وذلك على الرغم من أنها كانت قد بدأت في استخدام الموانئ الإريترية، خاصة ميناء عصب، من خلال اتفاقات تجارية مع إريتريا المشكلة حديثا. وعلى مدى السنوات 20 الماضية كانت أثيوبيا تبحث عن خيارات موانئ أخرى غير جيبوتي، ونادرا ما أثارت حقها القانوني في امتلاك ميناء. وبعد الإطاحة بنظام الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية واتفاق السلام لعام 2018 بين قادة إريتريا وأثيوبيا، والذي يقال إنه غير موثوق به ومليء بالمكايدات، بدأت قضية الميناء تظهر في موجة جديدة. وفي العام 2018 تمثلت الأجندة الأولى لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد في إعادة إنشاء القوات البحرية التي تم حلها مع استقلال إريتريا. والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان: لماذا احتاجت أثيوبيا إلى إنشاء قوة بحرية بدون ميناء بحري؟ والجواب هو أن أثيوبيا إذا أرادت زيادة نفوذها في البحر الأحمر يجب أن تمتلك قوة بحرية قوية. فكيف يمكن لأثيوبيا التي ليس لها ساحل على البحر الأحمر أن يكون لها تأثير على البحر الأحمر؟ لقد أوضحت أثيوبيا ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال الصحفيين والسياسيين المعارضين والمثقفين والسفراء، والآن من خلال خطاب رئيس الوزراء. ولكن ماذا يعني حق المنفذ القانوني وأين نشأ؟ وكما ذكرنا سابقا، فإن 44 دولة في العالم، من بينها 16 دولة إفريقية، ليست لها موانئ، لكن هذا لا يعني أنه ليس لديهم الحق في استخدام الميناء. والسؤال الذي يجب طرحه هو كيفية استخدامها لموانئ الدول الأخرى، أو كيفية تطبيق هذا القانون الدولي الخاص بالحق في استخدام الموانئ. تم إدخال العديد من القوانين الدولية من وقت لآخر للإجابة على هذه الأسئلة التي تثيرها البلدان غير الساحلية. وأحد القوانين المقترحة بشأن الحق في الموانئ البحرية المثار حاليا هو القانون المعروف باسم معاهدة فيينا عام 1804، والموقع بين الدول الأوروبية. وتغطي المعاهدة استخدام نهر الراين الذي يتدفق من الأراضي السويسرية ويعبر عدة دول أوروبية إلى بحر الشمال، وذلك لخدمات النقل البحري. وأدت هذه المعاهدة إلى ظهور معاهدة فيينا اللاحقة والمعدلة، وركزت على قضايا مهمة مثل الأمن والسيادة بين أصحاب الموانئ والدول التي لها الحق في استخدام الموانئ. ثم جاءت المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الموانئ، مثل اتفاقية نيويورك في العام 1965، واتفاقية الأمم المتحدة لعامي 1970 و1980 التي أثارت نفس الموضوع نصا وروحا. ومع ذلك فإن حقوق الموانئ القانونية التي تطرحها أثيوبيا الآن تعرف باسم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1981، وهذا الاتفاق نفسه استغرق 13 عاما ليدخل حيز التنفيذ. وهذا يعني أنها دخلت حيز التنفيذ في العام 1994 بعد عام من إجراء إريتريا استفتاء الاستقلال، وأصبحت رسميا دولة مستقلة وذات السيادة. على الرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحتوي على العديد من المواد والمواد الفرعية، إلا أن المواد من 124 إلى 132 تشير على وجه التحديد إلى حق البلدان غير الساحلية في استخدام الموانئ. أما المادة الأكثر إثارة للجدل والتي يتم ذكرها بشكل متكرر من الجانب الأثيوبي فهي المادة 125، وتنص هذه المادة التي يتم تفسيرها بشكل فضفاض وموجز على أن البلدان التي ليس لها موانئ لها الحق في استخدام الموانئ الحرة أو غير المقيدة في تحركاتها من وإلى البلدان الأخرى بجميع وسائل النقل.
وهذا هو القول الوحيد الذي يكرره الجانب الأثيوبي بشكل دائم. ومع ذلك يوجد تحت المادة 125 قسمان فرعيان. تنص الفقرة الثانية من المادة 125 بالمعنى الفضفاض والموجز على أن الدول التي ليس لديها موانئ بحرية يجب أن تستخدم الموانئ البحرية الحرة بموجب اتفاق ثنائي أو إقليمي مع البلدان التي تعمل كدول عبور. وتنص الفقرة الثالثة من المادة 125 على أن تسمح دول العبور للبلدان التي ليس لديها موانئ باستخدام الموانئ بطريقة تحترم سيادتها. ولذلك فإن المادة 125 وحدها لا تستجيب بشكل كافي للتصريحات المتكررة التي تبدو تهديدية من جانب أثيوبيا بأن لديها الحق القانوني في استخدام الميناء. إن إدراج الفقرتين 2 و3 من المادة 125 اللتين تنصان على أنها معاهدة بين بلدين يجب تنفيذها بطريقة تحترم سيادة مالك الميناء يدعم شرحا كاملا للقضية المطروحة. وقد نشأت مخاوف بشأن ما إذا كان قد تم تنفيذ مثل هذه المعاهدات بين البلدان من قبل. ويظهر التاريخ أن أثيوبيا التي ليس لها ميناء بحري وقعت اتفاقية مع إيطاليا التي حكمت إريتريا في 2 أغسطس عام 1929 تسمح لها باستخدام ميناء عصب. وبموجب هذه الاتفاقية تقوم أثيوبيا ببناء مستودعات في عصب وفتح طريق حر منه إلى دسة وميناء عصب. وكذلك توصلت راوندا غير الساحلية إلى اتفاق مع كينيا لاستخدام ميناء كينيا الحر وبناء مستودعات في ميناء مومباسا في 26 من فبراير عام 1992. وأيضا أبرمت دول شرق إفريقيا غير الساحلية راوندا وبوروندي وأوغندا وجنوب السودان اتفاقيات لاستخدام موانئ كينيا وتنزانيا نيابة عن مجموعة شرق إفريقيا. ووقعت النيبال الدولة غير الساحلية اتفاقا مع الهند في العام 1950 تم بموجبه منح النيبال حقوقا غير محدودة وغير منقطعة لاستخدام الميناء البحري الهندي للتصدير والاستيراد والأنشطة التجارية بشكل عام. وفي يونيو عام 1963 وافقت مالي غير الساحلية على استخدام موانئ السنغال المجاورة وإنشاء منطقة تجارة حرة في موانئ داكار وكولاك. وفي كل هذه الأمثلة نجد أن الاتفاق هو أحد العوامل الحاسمة بالنسبة للبلدان غير الساحلية للحصول على حقوق الموانئ المجانية وغير المقيدة مع استخدام البلدان المجاورة كنقطة عبور. وأن مثل هذه التفاهمات تعتبر حاسمة بالنسبة للتنمية المشتركة للدول المجاورة. وحتى لو وقعت إريتريا وأثيوبيا اتفاقات شفافة وواضحة وخاضعة للمساءلة على أساس حسن النية والتنمية فإن الفوائد التي ستعود على شعبي البلدين ستكون هائلة. إلا أن التصريحات التهديدية التي أدت بها أثيوبيا بادعاء أن لها الحق في استخدام الميناء لأسباب تتعلق باللغة أو العرق والتاريخ والهوية والقانون وغيرها لا تدعو للسلام ولا التنمية بل تدعو للانقسام والاحتراب. وما يحدث إذا لم يتم قبول الاتفاق الذي تم التوصل إليه من قبل الجانبين هو أيضا نقطة يجب أخذها في الاعتبار إضافة إلى ما يلي. إن إحدى أهم النزاعات في تاريخ الموانئ البحرية القانونية بعد 110 سنوات من النزاع على المعاهدات تم تسويته عن طريق التحكيم الدولي هو بين دول أمريكا اللاتينية بوليفيا وتشيلي. فدولة بوليفيا الشاسعة ليس لديها ميناء بحري. وفي 20 من أكتوبر عام 1904 اتفقت الدولتان على استخدام حقوق الميناء أثناء العمل كنقطة عبور لشيلي المجاورة. وقد أطلق على هذه الاتفاقية اسم معاهدة السلام والأخوة. ورفعت بوليفيا التي استفادت من المعاهدة ما يقارب 100 عام دعوى قضائية ضد تشيلي مدعية أنها غير راضية عن المعاهدة وتريد المزيد. وفي مطالبتها المقدمة في 24 من أبريل عام 2013 إلى محكمة العدل الدولية سعت بوليفيا إلى الاستخدام الكامل والسيادة على ميناء شيلي على المحيط الهادي الذي يبلغ عمره 109 أعوام. وفي أكتوبر من العام 2018 قضت محكمة العدل الدولية بأنه لا يمكن إجبار تشيلي على منح بوليفيا السيادة البحرية الكاملة. وفي جميع هذه الأمثلة المتعلقة بحقوق الموانئ القانونية فإنها تعتمد في المقام الأول على الاتفاقيات والمعاهدات وأيضا على احترام سيادة دولة العبور التي تمنح الميناء. ولا يمكن فصل حق الاستخدام القانوني الذي تطالب به أثيوبيا حاليا عن هذا. ولا يمكن لأثيوبيا أن تصبح سجينة جغرافية بحلول العام 2030 حيث يبلغ عدد سكانها 150 مليون نسمة. ومع ذلك
فإن التصريحات بأن وجود ميناء بحري آمن هو وسيلة وجود بالنسبة لأثيوبيا يتجاوز الدعوة إلى المعاهدات والاتفاقيات القائمة على الدبلوماسية والصداقة. علاوة على ذلك، لا يبدو أن مسألة حقوق الموانئ القانونية التي أثارتها أثيوبيا قد تركزت على خارج الساحل الإريتري إلى جيبوتي أو السودان أو الصومال أو كينيا أو أي دولة أخرى، بالرغم من بعض الآراء التحليلية التي تقول إن المقصود ليس بالضرورة أن تكون الموانئ الإريترية. أليست الدماء التي أريقت بين إريتريا وأثيوبيا كافية لتقرع الطبول مرة أخرى لإراقة مزيد من الدماء باسم حقوق الموانئ القانونية؟ حقا هذا ما يثير القلق. وربما تحاول أثيوبيا الغارقة في صراعاتها الداخلية سياسية كانت أو عرقية أو اقتصادية الهروب من شؤونها الداخلية وإضفاء الطابع الإقليمي على مشاكلها من خلال إثارة التشويش والإلهاء عن المشاكل الداخلية ودغدغة مشاعر الأثيوبيين بأن أملهم الوحيد لنمو بلادهم وبقائها هو الميناء البحري. ولذلك فإن الدوافع السياسية تغلب على الجانب القانوني لحقوق الموانئ الذي تثيره أثيوبيا. والأمر الآخر المثير للقلق هو أن حكومة إريتريا التي لم تقم مطلقا بإنشاء أي مصالح اقتصادية وتنموية لتنمية وتطوير موانئ إريتريا باستثناء المكاسب السياسية، تتفاجأ فقط بالقضية غير الجديدة المتمثلة في قضية الموانئ البحرية التي تكررها أثيوبيا، وأن أحد الأسباب التي تجعل الرئيس إسياس أفورقي لا يتفاجأ بتصريح رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد الذي كان يشير إليه على أنه حليفه الرئيسي، يقال أنه همس ذات مرة في أذنه بأنهما سيتقاسمان منفعة ميناء عصب، أو ربما أنه يرى في الحرب وقرع طبولها فرصة لاستمراره في عرش السلطة. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج تعليق على حدث، والذي خصصناه في حلقة اليوم لتصريحات رئيس الوزراء الأثيوبي حول الحق القانوني لأثيوبيا في المنافذ البحرية بعنوان أثيوبيا والحق القانوني في ميناء بحري، هل الدفاع عنه للتنمية أو للإثارة؟ وذلك من خلال استعراض وجهة النظر القانونية للموضوع. ከኢሱ ወደ አፎም ጋር የምንካፈለው አሰብ ይሆናል።